يا أهلا بيك يا ميزان. الفيديو ده مهم ومحتاج تركز في كل كلمة فيه. ليه؟ لأن المعلم الكبير زحل قرر ينقل عزاله ويدخل بيتك السابع، بيت الشراكة والجواز والعلاقات، ويقعد فيه لمدة 2 سنين. يلا اعمل لايك وسبسكرايب وبينا على التفاصيل. بص يا سيدي، زحل لما بيدخل البيت السابع للميزان بيبقى عامل زي مراجع حسابات قاعد قدامك بهدوء، لا صوته عالي ولا شكله مرعب، بس عينه بتشوف كل حاجة. بيقلب في الدفاتر القديمة، علاقاتك اللي فاتت، وعود اتقالت وما تنفذتش، تنازلات عملتها وانت ساكت، وحاجات سبتها تعدي عشان ما تزعلش حد. فجأة تكتشف إن مفيش حاجة هتعدي تاني من غير حساب. زحل مش بيحب المجاملات، وخصوصاً في البيت السابع، بيت الناس والشراكات والجواز. هنا بقى السؤال الحقيقي: مين ينفع يكمل ومين كان وجوده مؤقت وانت اللي كنت مصدق إنه داعم؟ عايز القرار دلوقت قبل بكرة، وزحل يقولك لأ، استنى، فكر، اختبر، كأنك مطالب تبقى الشخص العاقل في العلاقة طول الوقت، حتى لو الطرف التاني لسه بيتصرف بعشوائية. ساعات تحس إنك شايل العلاقة لوحدك، أو إنك بتبني بيت وحدك والطرف التاني لسه واقف بيتفرج، وده اختبار صعب بس مقصود. مرحلة الالتزام الحقيقي دي بقى مش هزار. لو سنجل وبتفكر في الجواز فالطاقة دي قوية جدا، بس مش رومانسية على الطريقة السينمائية. ده جواز بيتبني خطوة خطوة، بمسؤوليات واضحة وحدود واضحة وكلام صريح، يمكن لأول مرة في حياتك. زحل هنا هيقولك: أنت مستعد تشارك حياتك بجد ولا بس بتحب فكرة إن في حد جنبك؟ الفرق بين الاتنين كبير، والمرحلة دي هتفضح الفرق ده من غير رحمة. ولو انت مرتبط فالعلاقة هتدخل مرحلة جد، مش لازم يحصل انفصال، بس لازم يحصل تعرية. كل حاجة كانت مستخبية تحت السجادة هتطلع، الخناقات اللي كانت بتتأجل، المواضيع اللي بتهربوا منها، الإحساس بعدم العدل أو عدم التقدير، كله هيظهر. العلاقة اللي فيها أساس حقيقي هتطلع أقوى، كأنها عدت إعصار وفضلت واقفة بألم. والعلاقة اللي كانت قايمة على خوف أو تعود أو مصلحة، زحل هيقف قدامك ويقولك: كفاية كده. الملفت بقى فعلا إن زحل هنا مش مجرد كوكب عابر في خريطتك، ده كوكب ماسك مفاتيح بيتك الرابع، بيت الإحساس بالأمان من الأساس، بيت الذكريات والطفولة والصورة اللي جواك عن معنى البيت. وجوده في السابع يعمل توتر داخلي غريب، كأنك واقف بين عالمين: عالمك الخاص اللي محتاج فيه تهدأ وتحس إنك في مكانك، وعالم العلاقات اللي فجأة بقى طالب منك مجهود وضغط أكتر من طاقتك. تحس إنك لما تدخل في علاقة بيتك من جوه يتهز، أو لما تحاول تحافظ على استقرارك الداخلي العلاقة نفسها تتأثر وتبقى محتاجة إعادة ترتيب. ممكن تلاقي نفسك بتسأل أسئلة ما كنتش بتسألها قبل كده: أنا مرتاح في المكان اللي عايش فيه فعلاً ولا مكمل عشان حد تاني؟ أنا ساكن في بيت بيديني أمان ولا مجرد مساحة بنام فيها؟ وفي نفس الوقت العلاقة اللي في حياتي دي هل بتدعمني ولا بتسحب مني إحساس الاستقرار حبة بحبة؟ زحل هنا بيخلي الأسئلة دي مفيش مهرب منها ومفيش نعديها وخلاص. ساعات الضغط ده يطلع في شكل تغييرات ملموسة، ممكن تضطر تغير مكان سكنك عشان شريك حياة، أو تحس إنك مش قادر تكمل في علاقة إلا لما تحل موضوع السكن أو العيلة أو الحدود بينهم وبين حياتك الشخصية. وساعات العكس يحصل، تلاقي علاقة كانت ماشية كويس بدأت تهتز، لأنك فجأة فهمت إنك محتاج تحمي مساحتك الخاصة أكتر، محتاج باب يتقفل وهدوء محدش يخترقه. زحل كأنه بيقولك: البيت مش 4 حيطان، البيت إحساس، ولو الإحساس ده ضاع مفيش علاقة هتعوضه. وده يضرب في نقطة حساسة جدا عند الميزان. انت بطبعك بتحب السلام وبتخاف من المواجهة، وبتحاول دايما توازن الدنيا حتى لو الميزان مال عليك. انت تسكت عشان الجو ما يتوترش، تتنازل عشان العلاقة تكمل، وتأجل احتياجاتك بحجة إن مش مشكلة. بس المرحلة دي هتكتشف فيها إن الثمن كان أكبر مما كنت متخيل.
إن السلام اللي كنت بتحافظ عليه كان شكله حلو من بره، بس من جوه كان عامل زي كبت بيزيد يوم بعد يوم. زحل هنا بقى معلم قاسي شوية بس عادل، يقولك السلام الحقيقي مش إنك تمشي على أطراف صوابعك، السلام الحقيقي إنك تكون واقف ثابت، إنك تقول لأ وقلبك مرتاح، مش حاسس بالذنب ولا خايف تخسر حد، وإنك تقول وإنت فاهم ومتأكد، مش عشان محشور أو مش عايز تزعل اللي قدامك. تتعلم تحط حدود مش بعصبية ولا قسوة، لكن بثبات، حدود تحميك من غير ما تأذي غيرك. مع الوقت هتلاحظ إن علاقاتك نفسها بدأت تتغير، الناس اللي كانت مستريحة على تنازلاتك هتتضايق وده طبيعي، والناس اللي فعلا بتحترمك هتقرب أكتر لأنها أخيرا بتتعامل مع نسخة واضحة وصادقة منك. وده جوهر الدرس، إنك لما تحمي بيتك الداخلي كل حاجة حواليك يا إما هتظبط على الإيقاع الجديد يا إما هتخرج من المشهد لوحدها. في الآخر زحل هنا مش بيكسر علاقاتك ولا بيبوظ بيتك، هو بس بيعلمك إنك ما ينفعش تختار بينهم، ينفع يكون عندك بيت آمن وعلاقة صح في نفس الوقت، بس بشرط واحد، إنك تبقى حاضر واضح وما تضحيش بنفسك عشان تحافظ على صورة هادية من بره وهي مكسورة من جوه. ولو ده مش كفاية فعلاً، زحل كمان ماسك مفاتيح بيتك الخامس، بيت الحب اللي كان دايماً مساحة للضحك، للاندفاع، للرومانسية الخفيفة، وللإحساس إن الحياة لسه فيها لعب. البيت اللي بتحب فيه من غير حساب، وتدخل فيه التجربة وانت مطمن إنك هتتبسط وخلاص. وجود زحل الحاكم الأصلي للبيت ده في السابع بيقلب المعادلة، هتحس إن الحب ما بقاش مساحة هروب من الواقع ولا استراحة من ضغط الحياة، الحب نفسه بقى جزء من الواقع ومسؤولياته. هتحس إنك مش قادر تعيش علاقة لمجرد إنها لطيفة، مش قادر تكمل حاجة ما فيهاش وضوح. العلاقات اللي كانت قايمة على المزاج، على الإعجاب السريع أو على الإحساس اللحظي تبدأ تفقد بريقها قدام عينيك. زحل في المكان ده بيخليك تبص للحب وتسأل: أنا بحب ليه؟ هل عشان أهرب من وحدة ولا عشان أحس إن في حد شايفني؟ ممكن تحس فعلاً إن اندفاعك قل، مش بتحب بسهولة زي الأول ومش بتجري ورا الإحساس بسرعة. زحل بيخليك تحب وانت واعي، تحب وانت فاهم إن الحب مسؤولية مش حالة مؤقتة. العلاقات اللي كانت عايشة على الاحتمالات، على الوعود الضبابية أو على أمل إن الأمور تتحسن لوحدها، زحل هيحطها قدامك ويقولك يا نكمل صح يا نوقف باحترام. وفي المقابل ممكن علاقة واحدة بس تاخد كل تركيزك، علاقة تخليك تقول دي تستاهل وقتي ومجهودي وتنازلاتي المدروسة، لأنك أخيراً فهمت إن طاقتك محدودة وإن قلبك مش ملعب مفتوح ومش تجربة عابرة. الدرس الكبير هنا إن المتعة مش نقيض المسؤولية، بالعكس المتعة الحقيقية تيجي لما تحس إنك آمن وواضح ومش مشتت. وزحل في المكان ده بيعلمك إن الحب اللي يستمر مش أكتره نار في الأول، لكن أكتره صبر وصدق. هنا الحب ما بقاش لعبة، بقى قرار، وده يمكن أصعب بس أعمق بكتير. أنا عارف إن الطاقة دي مش خفيفة ومش لطيفة زي ما الميزان يحب، بس صدقني هي ضرورية. السنتين دول هيغيروا نظرتك للعلاقات من الجذور، هتتعلم إن الالتزام مش فقدان حرية، ده اختيار واعي، وإن الوحدة أحياناً أرحم من علاقة غلط، وإن الشريك الصح مش اللي يكملك، ده اللي يقف جنبك وإنت واقف على رجليك. في الآخر زحل في السابع بيشكلك من جوه، بيطلعك من مرحلة عايز تحب لمرحلة عارف تحب إزاي وأحب إزاي. مرحلة تقيلة بس النتيجة تستاهل. خليك صبور، خليك صادق مع نفسك، وما تخافش من القرارات الصعبة.